النهارده قررت ابني غرف سريه في بيوت اليوتيوبرز من غير ما يعرفوا، ولكن للاسف ده مش هيكون سهل لاننا هنعمل كده وهم موجودين في بيوتهم. تفتكروا هنتقفش ولا لا؟ واول شخص هيلاقيني هيحلق لي شعري. وانا المفروض دلوقتي في فيلة عمر شاور. المفروض ان عمر شاور دلوقتي خرج من الفيلا بيعزم 100 مشهور لمناسبة عيد ميلاده. اللي ما شافش فيديو عمر شاور يروح يتفرج عليه، هتلاقوني سايبه لكم تحت في الديسكربشن، روحوا اتفرجوا عليه. وانا كل اللي عليا ان انا اختفي في فيلة عمر شاور لمدة 24 ساعة، ولو عمر شاور قفشني هيحلق لي شعري. وقبل ما ابتدي التحدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتوصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك، وتعملوا اشتراك في القناة لان خلاص في طريقنا للمليون مشترك. انا لازم دلوقتي الحق استخبى لان عمر شاور فاضل له ساعة بالظبط ويكون متواجد في الفيلا ويبدأ يدور عليا، فخلاص مفيش وقت. يا رب انا لازم الحق الاقي مكان استخبى فيه. تعالى يا رب، انا لازم المكان اللي انا الاقيه ده هستخبى فيه لمده 24 ساعه من غير ما اتقفش، عشان لو اتقفشت شعري ده هيتحلق. يا رب بس الاقي مكان ذكي ومكان كويس افضل مستخبي فيه. بس المشكله انا مش لابس اخضر، لو انا لابس اخضر كنت استخبيت هنا بنفس لون الجنينه وما كنتش بنت. ممكن نلاقي مكان يا رب. يا جدعان خلاص مفيش وقت، انا لازم استخبى. شاور بقيله ساعة واحدة بالظبط ويرجع من بره وهو بيعزم 100 مشهور بمناسبة عيد ميلاده. يا رب الحق الاقي مكان. بسم الله. استخبى فين؟ ياه لو الكرتونة دي سودا انا كنت استخبيت فيها، كنت حطيتها فوقي وما كنتش بنت برضه. مفيش كرتونة سودا بس. ياه لو الخزنة دي كبيرة شوية أنا كنت استخبيت فيها، بس للأسف صغيرة. مفيش حتة ثانية هنا استخبى فيها، وأنا شايف إن المكان ده مناسب وفي حتت كتير إن أنا أقدر استخبى فيها. ده إيه ده؟ مفيش وقت للهزار، أنا لازم استخبى. تعال. أنا تعبت. انا بقى دي 5 دقايق عمال ادور على مكان ولحد دلوقتي ما لقيتش المكان المناسب اللي انا استخبى فيه. طب بقول لك ايه، اخش الفيلا. تعالى كده. يا رب الاقي مكان. مفيش ومحدش يشوفني ويروح يقول لعمر شاور. طب يا جدعان البلالين اللي عمر شاور عاملها بمناسبه عيد ميلاده وبيعزم 100 مشهور. يا جدعان اللي ما شافش الفيديو بتاع عمر شاور يروح يتفرج عليه زي ما قلت لكم هتلاقوني سايبه لكم تحت في الديسكربشن. ده مكان اللايف بتاع عمر، مفيش مكان استخبى فيه هنا. انا شايف ان المكان ده مش مناسب. انا اكتشفت غرفه سريه في بيت عمر شاور، بس للاسف مش هعرف افتحها. انا شايف ان المكان ده مناسب جدا، بس هدور على مكان تاني، ولو ما لقيتش مكان مناسب هاجي استخبى، وده هيبقى الغرفه السريه بتاعتي اللي هختفي فيها لمده 24 ساعه. طب بقول لك ايه، انا شايف ان المنطقه دي تقريبا محدش بيخش المنطقه دي، فاحنا ممكن نخش نستكشف هنا. ده حمام. انا لو استخبيت مثلا هنا، نخش كده. لو استخبيت مثلا هنا وقفت هنا كده وفضلت مستخبي كده، حد يشوفني؟ قولوا لي في الكومنتات يا جدعان فكرة ناجحة ولا فاشلة؟ بس تقريبا فاشلة، لأن الشباك ده ممكن يبصوا من الشباك ده ويقفشوني، وأنا يا جدعان مش عايز أخسر التحدي ده، عشان لو خسرت هيتحرق شعري وأنا مش عايز شعري يتحرق. يا رب ألاقي مكان مناسب. في اوضه هنا احنا ما دورناش، بس انا عرفت انا هستخبى فين. تعالى كده باين؟ لا. ده مش باين؟ لا يا عم لا انت مجنون، رجلي باينه، لو حد جه او عدى من هنا هتقفش على طول وشعري هيتحلق. انت شكلك عايزه دي شعري يتحلق. يا رب الاقي مكان مناسب. يا رب
ده برضه ده حمام. انا اظن الفيلا دي حماماتها هي اللي حلوه. يا جدعان المشكلة إن أنا خايف أستخبى في مكان وأتقفش على طول، ولو اتقفشت هيحلقوا لي شعري. يا رب ألاقي مكان مناسب. بقول لك إيه، أستخبى في حد نازل. خش جوه خش جوه. عشان لو حد شافنا هيعرف احنا مستخبيين فين وهيقول له عمر شاور. يا جدعان في صوت حد بره. خايف ما تقفش هنتقفش. افتح. ارجع. يا جدعان بالله عليكم اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. عايزين يا جدعان نوصل للفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. ربي يخلص. احنا اتقفشنا ولا ايه؟ مين؟ انا بس بعمل حمام. انا عمر شاور. انا عمر شاور. ايه؟ طب انا قالع دلوقتي والله. هتخش عليا وانا قالع عيب. افتح فين عمر شاور؟ بتعمل ايه؟ انت عمر شاور وانت مش اتجوزت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنت اتجوزت وخلصنا منك؟ بس يا عم وابع. هقول لك حاجه. طب بالراحه نزل جابك هنا. نزل ايدك انا هخسر التحدي. ايه اللي جابك هنا؟ هقول لك حاجه. تحدي برضه وقصه حزينه تاني. كل لما امسكك تقول لي تحدي. بص انا دلوقتي المفروض ان انا اختفي في الفيلا لمده 24 ازاي؟ ساعه. بتختفي استنى الحمام. طب اسمع بس. قول. انا سمعت صوت حد نازل، والمشكله ان لو هم قفشوني هيتحلق شعري وكده انا هبقى خسرت التحدي. فانا لازما ما اتقفش. انت مش كنت اتجوزت؟ انا جيت فرحك وولعت لك الدنيا في فرحك عقبال ما نشيل القبابيز الصغيرين. يا عمر يا عمر بره. عمر بيعزم الناس. جه والله. فوق. طب ايه ده؟ سيبني اقول لك حاجه. شعري هيتحرق. طيب باخد بعضي وامشي. سيب بس شعري هيتحرق. ازيك يا هشام؟ انا مخنوق. انت يا خانقني. برنس هشام هتبقى انت خلي بالك هتبقى ضحيه معايا. لا يا هشام عيب عليك. طب نزلني. طب ايه؟ قلت لك الباب ده بيطلع. تعالى. يلا اطلع يلا يا بره. برنس. يلا استنى يا هشام انا معاك يا هشام. يا هشام انا يا هشام. يا هشام ما تقولش العمر. عمر شاور جه. يا جدعان ده بيقول لي عمر شاور جه. طب تعالى كده نشوف. يمكن تكون عربيته جايه. ممكن يكون بيهزر معانا وبيقول لنا ان هو جه. لا بيضحك علينا. يا جدعان عربية عمر شاور مش واقفة. يبقى ده لسه يبقى كده ده بيضحك عليا. خش بسرعة. خش انا لازم اقفل البوابة عشان لو جه لا ما يقفشنيش بسرعة. بقول لك ايه تعالى كده. يا رب التحدي شعري ما يتقلقش. انا ما عنديش مشكلة عادي. حتى لو مش هتقفش، حتى لو هستخبى نصايه كده واقلب عشان شعري ما يتحرقش. بقول لك ايه، هستخبى في الجنينه في الشجر كده. بقول لك ايه، انا شعري تحسه شايف البتاع اللي هناك دي مناسب مع الشجر. البرجوله دي؟ روح اشوف مكان. بقول لك ايه، بص تيجي البتاعه دي سمرة. استخبى مثلا كده. انزل كده. كده باين؟ لا. بس هفضل مستخبي هنا؟ طيب ماشي. يا جدعان انا هفضل مستخبي هنا ولقيت المكان السري بتاعي اللي انا هستخبى فيه. اهم حاجه لايك وسبسكرايب، وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. استنى ايوه كده انا مش باين. اهم حاجه مش باين خالص. لا. عارف لو فزت بالتحدي يا ديشا هديك 50,000 جنيه بس. اه يا عم ماشي. ماشي يا ديشا. انا هفضل مستخبي هنا.
بس خليك قد كلامك. طيب ماشي. ماشي. تعالى انا هفضل مستخبي هنا، ولقيت الغرفة السرية بتاعتي اللي انا هفضل مستخبي فيها. ايوه يا شاريتو، معلش بس انا كنت بعمل تحدي في الفيلا عندك، واول ما سمعت صوتك انا كنت باخد بعضي وامشي بس ما لحقتش. انت خدتنا ازاي؟ نطيت يا حاج من على الصورة يا حاج. هو يا ابني وانت ابن مقرف يالا. معلش انا اسف يا يا شاريتو. عم معلش اه ولا من اخوك انا اسف يا شاريتو. معلش انا اسف، مش جاي هنا تاني وربنا ما هاجي هنا تاني.